ما يسمى بالشوفة الشرعية أنا أعتبره صراحة إهانة للمرأة وترخيص لها واعتبارها سلعة. مجرد أن رجل راندوم يدخل على بيتهم أو أهله على أساس يعاينون السلعة أو البضاعة، هذا يعتبر في إهانة للمرأة. في كثير قاعد يقولوا لي لا، بس المرأة من حقها ترفض لأن هذا الشوفة الشرعية للاثنين. الواقع يقول لا، إن الرجل هو اللي يرفض أكثر شيء، لأنه هو اللي قاعد يختار. المرأة ما راح تقدر تختار على فكرة، هو اللي يختار. ومعروف احنا في مجتمع أبوي ذكوري، الرجل لا اليد العليا ولا السلطة. فأبيكم تعرفون أن الرجل كائن بصري، مجرد أنه يشوف واحدة يعني دخلت من نظرة ومزاجه خلاص راح ياخذها بدون تفكير. الرجل كائن بصري على فكرة، واحد يقرر الزواج بس مجرد عقب 10 دقائق مثلا. المرأة مو كذي. أبيكم تتخيلون شعور هذه المرأة لما تنرفض. مهما تكلمتوا، المرأة لما تشعر بالرفض تشعر بالإهانة أكثر من الرجل، وقلبها يتأثر أكثر من الرجل. الرجل ما أهتم فيه. الرجل يعني قلبه بسرعة يتحرك ويتغير ويلاقي له واحدة ثانية بسرعة. المرأة لا، المرأة تاخذ وقتها. فهذا الشيء مهم. أتمنى أن المرأة تفكر عدل وترفض أنها تكون سلعة ويدخل رجل فجأة كذي البيت، يدخل يختار هذه زينة ولا لا. وفي واحدة قالت لي من السعودية من خبرتها وتجاربها إن في رجال كثير مهمتهم بس يروحون البيوت عشان يشوفون النساء ويتمقلون فيهم ويأكلون أكل البيوت وبعدين يرفضونها، وهكذا من بيت إلى بيت. وهذه قصص حقيقية على فكرة، فلا تضحكون، قصص حقيقية.